المغربيه ديالي خط احمر. وشكون نايض يدافع على المغربيه؟ هذاك من تايلاند خارج يدافع على المغاربه اللي كيضل يسب في المغرب ويعاير في المراه المغربيه. ما خليتي ما قلتي في المراه المغربيه يا القهويه يا الفاسده. سبيتي في وجده حتى ما قديتي، وجده بزاف عليك، وجده رجال عليك. اصغر راجل في وجده ما غيجي يقريك الرجله وغيجي يعلمك شنو هي الرجوله. جاي تهضر على المراه المغربيه، على انا ماشي مراه مغربيه اللي شوهتيني. انا ماشي كنت مزوجه بك في الحلال اللي شوهتيني. المغاربه اللي جاتكم النفس على الوطنيه، ما جاتكمش النفس على بنت بلادكم اللي مغربيه وتزوجت في الحلال وتحقرت وتصدلمت من داك الانسان اللي انا تزوجت به في الحلال. تزوجت به في الحلال كانت الغلطه اللي كتقولوا لي مشوهه. جيبوا لي شي شوهه من غير الغلط اللي درتو في الزواج ديالي. كانت هي الغلط ديالي الوحيد والشوهه ديالي الوحيده اللي بقات تابعاني. ديري راسك في بلاصتي انت كامراه مغربيه وما تشفاوش اللي شفيت بلا، واللي ما خرج من الدنيا يخرج من عقايبها. ديري راسك كمراه مغربيه في بلاصتي. تما ما جاتكمش النفس على مراه مغربيه في بنت بلادكم مسكينه جالسه كتصدلم وكتحقر وكتهاجم من تايلاند من طرف الطليق ديالها اللي كانت مزوجه به في الحلال. هادشي ما شفتوش نتوما، هادشي ما قدرت. السيد كيهددني بفيديوهات، السيد كل مره جاب التليفون كيقول الله يخليك كنت مراتو على سنه الله ورسوله. كنت مراه مغربيه، والمراه المغربيه اللي كيضل يعاير فيها ويسب فيها راه كانت مو الله يرحمها في القبر. وكنت انا مزوجه به على سنه الله ورسوله. اللي ما عمرني خرجت انا ضربت في الرجل المغربي. انا كنعطي نصائح، ولكن ديما انا مكبره بلادي وولاد بلادي. انا بداتي كنقول انا ما عمرني نتزوج شي جنسيه من غير ولاد بلادي، حيت الرجل المغربي معروف بالشهامه، ما معروفش بالتشماتيت، ما معروفش انه يفضح العرض ديال الزوجه اللي كانت المراه ديالو، ما معروفش انه كيبيع العرض ديالو والعرض ديال الزوجه اللي كانت معاه. هادشي كامل ما شفتوش. هاد الظلم وهاد الاذى وهاد الحقره اللي دازت عليه ما شفتوهاش. هزيتو كلمه من فيديو كنت كنضحك اولتوها ودرتو بها ما بغيتو. بغيت نقول الله ياخذ الحق في اللي كان سبب، الله ياخذ الحق في اللي دار هاد الموجه وبغى يطلع على ظهري وبغى يكسب التفاعل ديال عباد الله بانه يطيحني ويطيح السمعه ديالي ويطيح لي خدمتي وضرب لي في باب رزقي. شفتوني مقاتله مع الوقت، عارفيني درويشه، عارفيني ما كنجبد حتى شي واحد، عارفيني انا داخله سوق راسي. كنت كنضحك مع المتتبعات ديالي ولا بخوف انه الستوريات اللي تبعوهم ما قالوا والو، انني حطيتهم ستوريات وحتى شي حد ما قال شي حاجه، حيت الهضره كانت كتضحك وكل شيء كيضحك وكيقول لي عندك الصح. هذيك الهضره ديال القجع يعطيني كلنا تقدر تقولها لصاحبك، تقدر تقوليها لصاحبتك. كنكونوا كنضحكوا بهذه المواضيع. انا غلطت يمكن وقلتها اون بلان بوبليك ما كانش خاصني نقولها، ولكن النيه ديالي شاهد بها الله وتا مغربيس ديالي، حتى شي حد ما غيحيدها ليا. شي كامل حمله درتوها باش تضربوا لي انا في السمعه ديالي وباش تكرهوا الناس فيا، ولكن لا عزاء للحاقدين. انا عارفه المغاربه عارفين وشايفين هذه الموجه كامله. حتى شي واحد ما نظر فيديو حيت ضربته النفس الوطنيه، حيت انا ما قلت حتى شي حاجه اللي كتضرب في البلاد ولا اللي كتضرب في الوطنيه ديالي، حاشا ولله. واصلا بلادي المغرب بلاد كبيره وشانها عالي، والناس دابا كيتلصقوا كيجبدوا فيديوهات على المغرب باش يطلعوا التفاعل. دابا نتوما ما عقلتوش باللي بنادم راه كيجبد المغرب باش يطلع التفاعل ياك. اي واحد بغى يستعرض كيهز الرايه ديال المغرب كان خارج ما كانش ولد البلاد ولا كيشجع المغرب باش يكسب التفاعل، حيت عارف حنا المغاربه النقطه ديال الضعف ديالنا هي الوطنيه ديالنا. واي واحد شكر المغرب غادي نشكروه غنصفقوا له. حنا ما محتاجينش نشكر بلادنا طالعه بمليكه الله ينصرو وبالانجازات ديالها وبالاسره العلويه الشريفه الله يحفظهم. ما محتاجين حتى شي واحد يصفق لنا لبلادنا حيت بلادنا طالعه، والمغرب ما محتاجني لا انا لا غيري ندافع عليه. فهذا ميساج لهذوك الناس اللي خارجين كيديروا حمله ضدي باش يطلعوا على ظهري ويشوهوني، حيت اصلا كان عندهم حساب معايا. ولا مورا ما طلقت وانتوما جايه فمو قول ما خليتو فيا اللي قلتو، ما خليتو سبيتوني، ما خليتو عايرتوني وغلطتوا في حقي، ومن بعد عرفتوا باللي انا الغلط ما كانش فيا. خرجوا دراري في السوشيال ميديا وقالوا السيده طلقات وشدات سوق راسها. الحمد لله ما عمرني ما شوهت بالمراه المغربيه. كنقولها ونعاودها، الشوهه اللي درت الوحيده هي هذاك الزواج اللي اي وحده تقدر تغلط في زواجها. طلبوا السلامه وطلبوا العفو. انا ديك الغلط ديال زواجي باقي كنخلص ثمنه لحد الان. زوجت بواحد الانسان اللي مريض نفساني لحد الان كياتاكيني وما بغاش يخليني نعيش. الحلم ديالو انني نجاوبه، هاني جاوبتك اخويا بصحتك. وراه الحلم ديالو انه يشوفني مدمره، الحلم ديالو انه يشوفني طايحه في الارض، ولكن بجهد الله وحيت مرضيه الوالدين ما غاديش نطيح الارض. هادشي كامل دير اختي راسك في بلاصتي، ديري راسك في بلاصتي. هادشي كامل اللي داز عليا وهادشي كامل اللي طرا عليا والظلم اللي انا تعرضت ليه، والناس ما عارفينش القصه حيت هو خرج هضر وانا ما خرجتش هضر. تعرضت ظلمتوني وسبيتوني وعيرتوني ما خليتو ما قلتو فيا وبقيت واقفه. انا غادي نقول لكم واحد الحاجه، ظلمتوني وغلطتوا في حقي، انا مسامحه لكم بنيه وخيره. وإلا انا غلطت في حقكم سمحوا لي، نقدر نكون غلطت، تقدر تكون زله لسان، ولكن نهائيا ما كانتش مقصوده. انا اي حاجه الا بلادي
واي حاجه الا الوطنيه ديالي. وانتم عارفين هذا الشيء من بدايتي في السوشيال ميديا، وانا ما عمرو درت شي حاجه كتشوه بالمراه المغربيه. الحمد لله غادا افتقاري، غادا مزيان، غادا كنشوف حياتي، غادا كنشوف مستقبلي مقاتله مع الزمن بوحديتي ولاطاك من كل جهه. كديرها كتلقى بنادم عاطيك من هنا، كديرها كتلقى بنادم كياتاكيك من هنا، الاخر كياتاكي من تايلاند، هادو دابا كياتاكيو من المغرب. اللي ما عمرو كانت عنده الوطنيه خرج كيدافع على الوطنيه. لا ونعاودها، انا مغربيه وبنت بلادكم ومنكم وفيكم. تسبوني وهانيه نصرتها، ولكن نتوما المغاربه الناس اللي متبعيننا تسبونا وكنصرتوها، ولكن باش يجيو ناس ما عندهم حتى شي علاقه بالمغربيه وناس اللي كيسبوا في المراه المغربيه، هذاك اللي في تايلاند كنهضر عليه بالضبط، هذاك هو كيجي كيسب في العرض المراه المغربيه. ما خلاو جاده سبهم، ما خلى الناس مساكن ديال الفيضان ديال القصر الكبير تشفى فيهم. دابا عاد بنت لك المغربيه على ظهري انا بنت لك المغربيه. المراه المغربيه سبيتي فيها حتى ما قديتي، بنات بلادك ما رحمتيهمش، كتضل تسبهم يا القهويات يا الفاعلات يا التركات، ودائما كتكبروا الشان البرانيه، دائما الاجنبيه كتكبروا لها شان وكطلعوا عليها البرا وكتحقروا بنات بلاد. ما كنمشيوش كنركبوا على الموجه باش نطيحوا واحد الانسان اللي هو ولد بلادنا. انا نقدر خوتي، نقدر نكون انا غلط، نقدر نكون انا ما عرفتش نهضر، نقدر نكون انا ضحكت ضحك ما كانش خاصو يتضحك، وكنقول لكم سمحوا لي كما نتوما غلطتوا في حقي في يوم من الايام وسبيتوني وعايرتوني وصرتها، حيت حنا كلنا مغاربه. انا نقدر نكون غلط وانتوما تحاكموني، انا قابله. ولكن باش يجي انسان ما عنده حتى شي علاقه بالتمغربيت، وانسان اللي ما عنده حتى شي علاقه بحب الوطن، وانا يجي يطلع عليا. هضرت بزاف حيت كنت هازه في قلبي بزاف الناس في هذا الدومين باغيين يأذيوني، بزاف الناس في الدومين باغيين يطيحوني. علاش؟ حيت انا خدامه على راسي، والحمد لله عندي قبول من جهه البنات، والبنات كيبغيوني وكيتبعوني وكيثقوا فيا الحمد لله. اشهاراتي كنختار مع من كنخدمهم، واي واحد كيقول لي اشهارات كذوب، هذاك اللي قال لي اشهارات كذوب كان كيتسنى النهار اللي يخدم اشهار ما تعطاش ليه. ولو كان هو يعيطوا ليه في المغرب ويعطيوه اشهار ما نعرفت اي حاجه غيمشي يديرها، حيت هو كانت الحلم ديالو هو هذا. ولكن ربي ما عطاش داكشي حيت نيته خايبه. الحمد لله انا ربي سهل عليا، فتح لي باب ديال الرزق. انا غلطت ونطلب السماح ياك على زله لسان اللي انا كنت كنضحك فيها، حيت كان الغرض ديالي انني نطفي هذه الفتنه اللي واقع، ما انه ماشي شغل يا سيدي، ماشي شغل، ما كانش خاصني كاع ندخل، ما كانش خاصني ندخل. انا هضرت في اطار انه كاين بزاف المشاكل من غير كره نقدروا نتلاهاو بهم، شي مشاكل بزاف في المغرب عندنا نقدروا نتلاهاو بهم من غير كره. هذا هو كان الهدف ديالي. ما هضرتش على البلاد نهائيا، هضرت على كره فقط. رديتوني انا كنبيع بلاد. بزاف عليكم مغربيه حره، وافتخر كوني عندي الجنسيه المغربيه. انا فيما نمشي نعيش بلاد اخرى، ولكن كنموت على ارض بلادي وعلى تراب بلادي، نمشي نسافر ونجي نرجع لبلادي حيت كنحماق على بلادي. فقط نقطه، الرجوع الى السطر. مور هاد زله لسان تخليكم انا تنساو كاع دوك المواقف اللي درت، وتنساو كاع انني اول وحده كنت كنهضر انا على المغرب ضد الناس اللي ما كيبغيوش، وتنساو داكشي كامل على زله لسان. ما تخليوش الريح اللي جاي يديكم، ما تتبعوش سياسه القطيع. اللي جا قال شي كلمه نتبعوه، هذاك اللي جا قال شي كلمه راه عنده هدف انه يطيح هذا الشخص هذا من وراء داك الفيديوهات ديالو كاملين. اللي ما عندوش محتوى دار بيا محتوى، اللي ما عمرو طلع عليه الكونت بدا كيطلع عليه الكونت بسببي انا، اللي ما عمرو دار شي فيديو طلع عليه هذا الفيديو ديالي انا لهاد الدرجه. انايا ما شفت شنو درت لكم كاع، ماشي هذه حقره بغيتو تحقروا عليا وحشومه عليكم، والله ياخذ فيكم الحق. حيت ربي عارف انه النيه ديالكم ماشي الوطنيه، ربي عارف انه النيه ديالكم انكم تركبوا على الموجه. وسمعوني مزيان، نهار عليا ونهار عليك. انا ملي شي وحده فيكم كطيح ما عمرو كنطلع كنهضر عليها. شحال وانا ساكته والهجوم عليا، ومن تايلاند عباد الله الهجوم عليا، الهجوم وانا ساكته وانا داخله سوق راسي وانا ما كنجاوبش. علاش كنت جالك ساكته؟ بنادم حسابو خايفه منه. احسن محامي في تايلاند غنمشي نديرو، وغادي ندمك بطريقه قانونيه، واي حاجه تطلبها القانون نديرها معاك حتى ما بغيتيش تعطيني اتساع. ياك كنت ساكته باش هاد القصه تنسى، حيت الحياه تستمر. عامين صاحبي وانا باقي ما مسروطاش ليك، عامين وانت كتهاجمني. عشت حياتي ومشيت وما خليت عامين راه الناس تزوج فيها وتجيب الاولاد، انت باقي حاضيني اش كندير في حياتي. شكون دخل لحياتي؟ لا دخل لحياتي شي حد وعرفتي تدخل لحياتي شي حد كتنوض كتفروح. انساني الله يرحم لك الوالدين وعيش حياتك. راك في تايلانديات من هنا ما عرفت شكون، عيش حياتك انساني. انا كنت كنقول الله يسهل عليك انساني، ولكن انت ما بغيتيش تنساني، ما بغيتيش تعطيني اتساع. والمغاربه كاملين
كيقولوها لك في لي كوموند، فاش كينوضوا يسبوك في لي كومونتير كتقول لهم كترد فيا العيب. نسيت الميساج اللي هدتيني فيه في عيد ميلادي العام اللي داز، ماشي هذا العام. صيفطتي لي ميساج من تليفون ديال صاحبتك التايلانديه، من نمره تايلانديه، صيفطتي لي ميساج قلتي لي شدي عليا الفئات ديالك ولا غنفعل لك وغنترك لك. بحال انا الناس كنقول لهم سيروا عنده سبوه، راه الناس كيسبوك لداك الشيء اللي داير انت لراسك، الناس كيسبوك لديك الشوهه اللي داير انت لراسك، ما كيسبوكش في عوضي. انا نسيتك ودزت لقدام اخويا وبغيتي تعطيني اتساع، واعطيني شبر ديال الاتساع وابعد مني وما تبقاش تدور بجهتي. عييت نسكت ليك، عييت نقول الله ينعل الشيطان. صفتي لي ناس وقلت لهم نتنازل ليه وندير ليه تنازل ويجي يوقع التزام، ولكن دابا وصل السيل والزوبه. غنوض اخويا حتى انا غندير محامي في تايلاند وغادي ندعيك وغادي نتبعك قانونيا، حيت انت كتشهر بيا في تايلاند وعندي كاع لي بروف وعندي كاع الدلائل، وحتى داكشي ديالك اللي كتحط في الموقع راه كيوصلني وعندي مسكرينيه وغادي نتابعك به قضائيا. غنتابعك انا بالقانون. نقطه الرجوع الى السطر. ما بغيتيش اخويا تخليني نعيش. عامين دازات وكنقولوا اليوم غدا ما غنجاوبش، مراجع ما تجاوبيش ما كنجاوبش، نخلي الزمر كنخل الزمر. وتخيلي معايا عامين وبنادم كيهدد فيك، عامين بنادم كيهددك. غادي نحط لك راه اون فان كونت كانت مرتك، ولو كان جات عندك الشهامه اللي كتهضر على المغربي بزاف عليك الرجل المغربي، كون كانت عندك الشهامه ديال الرجل المغربي والعرض ديال الرجل المغربي، ما عمرك غتخرج طعن في وحده كانت مراتك حلالا وشرعا وقانونا. طلقنا ولا يمشي في حاله، الله يسهل عليه والله يسهل عليك. ياك انا من جينا نطلق نقولوا ماشي مشكل دابا يهدي الله، ماشي مشكل دابا ينسى والو. تهديدات كل مره، المعيار كل مره، طعن في الشرف والقذف في العرض ديالي كل مره. راه والله العظيم انت كبنت تشوفي فيا، والله العظيم كنت شويه ضعيفه الشخصيه، كون راني فنيت حياتي من زمان. عرفتي شنو هي واحد الانسان اللي تكوني انت مزوجه به مرتو الله يخليك شرعا وقانونا الحلال رسول الله، ويخرج يقول لك غنحط لك وغنفعل لك اش غتحط؟ راه كنت مراتك شرعا وقانونا، ما كنتش صاحبتك، كنت معاك في الحلال. اشنو قولوا لي واش كاين شي راجل مغربي؟ وإلا بغيتي تكون انت الاول الخبر الجديد دير ابوني في الجرس وتابعنا على المنصات ديالنا في يوتيوب، انستغرام، فيسبوك، تويتر.